تقارير روسية تكشف تفاصيل عن حياة شقيق الرئيس السوري ماهر الشرع. قالت تقارير عن مواقع ناطقة بالروسية أن ماهر الشرع مواليد عام 1973 عاش فترة طويلة في مدينة فورونيج الروسية، حيث تخرج من أكاديمية فورونيج الحكومية الطبية عام 2000 بتخصص الطب العام، ثم أكمل تخصصه في التوليد وأمراض النساء عام 2004. ماهر الشرع يحمل الدكتوراه في العلوم الطبية وخضع لعدة دورات تدريبية متقدمة في أكاديمية فورونيج الطبية وجامعة فورونيج الحكومية الطبية، وعمل في مستشفيات بسوريا خلال الفترة بين عام 2004 إلى 2013 قبل أن يعود إلى فورونيج، حيث عمل في عيادات نساء مختلفة حتى الفترة الأخيرة، بينما يفيد موقع برو دكتوروف بعمله أيضا في مستشفى أبها للولادة بين عام 2014 و 2018. ماهر الشرع متزوج من مواطنة روسية تدعى تاتينا زيكوروفا، وهي تحمل أيضا الجنسية السورية، وكانت تعمل في قطاع الأعمال حتى العام 2020. وللزوجين 3 أطفال، رشيد 23 عام وماريا 20 عام وكامل 13 عام. وأشارت التقارير إلى أنه وفقا لبيانات حرس الحدود الروسية غادر ماهر الشرع روسيا جوا إلى أزمير تركيا في يوليو عام 2022 دون أن يعود إليها منذ ذلك الوقت. لا تنسى تشترك بالقناة مشان تصلك أخبار سوريا أول بأول، وبالتوفيق.